عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نعملوا مع بعضنا حويجة بنينة برشا وزمنية اللي هي العصيدة العربي، نقولوا لها زيادة العصيدة البيضاء. تابعوا معايا الفيديو باش تعرفوا كيفاش طريقة التحضير. عندي لهنا كيس متاع فرينة، حطيت عليه شطرة مغرفة صغيرة متاع ملح وخلطتهم ببعضهم، وباش نحطهم توا في الكاسرونة على الكيس فرينة. باش نحط 2 كيسان متاع ماء، يعني في الوصفة ذي مش نستحقوا لا ميزان لا حتى شي. حطيت الكيس الأولاني وباش نبدا توا نخلط في الفرينة، يعني نحلها بطريقة هذية، وباش نكمل نضيف الكيس الثاني ونكمل نحل الفرينة. كيما تعرفوا الفرينة معناتها فيها برشا الكعابر، لازمكم تحلوها. وتوا باش ناخو اكل خليط متاع الفرينة والماء وباش نصفيهم، باش نضمنوا انه ما فماش حتى كعبورة، على خاطر من بعد تجيكم مكعبرة، لازمكم تصفيوها بالكدا بالكدا. وتوا هزيت حطيتها على الغاز، النار تكون متوسطة متعليوش في الغاز، وتقعدوا ديما تحركوا وردوا بالكم تكعبرلكم. وكان تلاحظوا لهنا بدات تعقاد، ووقت اللي تتلملكم هكايا بطريقة هذية ما تخافوش منها، ديما واصلوا في عملية التحريك. انتوما تقولوا اللي هي كعبرتلكم ولا حاجة وهي لا راهو تتلم ومن بعد تتحل، المهم تواصلوا في عملية التحريك وما تقصوش عليه. وقعدت نحرك فيها بالطريقة هذيا لين تحلوا معايا أكلك عابر ذوكم، وما تخافوش منها بالكل، راهي سهلة على الآخر. وتوا بعد ما تحلت لي كيما تراو، باش نقعد نعصد فيها بقفال مغرفة، ما تبطلوش على عملية التحريك وتقعدوا تخدموا فيها هكا بالطريقة هذيا. وديما خليو بحذاكم شوية ماء. كان مثلا قالت لكم العصيدة ولات ثقيلة معناها وتكبست لكم، تنجموا تضيفوا الماء او تضيفوا بشوية بشوية وردوا بالكم. وبالطبيعة عينكم ميزانكم وقت اللي تبداو تخدموا فيها تو تحسوا بها، معناها يندرا هي ثقيلة والا سافا، هي راهي العصيدة لازمها تكون طرية باش من بعد ما تيبسلكمش. وفي المرحلة هذيا ما عادش تخافوا منها، راهي ما عادش تكعبرلكم. وردوا بالكم تطفيو عليها الغاز وهي مازالت ما طبتش، راهو من بعد توجع لكم كروشكم وتنفخ الكرش. كيفاش تعرفوها طابت؟ وقت اللي تبدا تبقبق كيما تراو بالطريقة هذيا. الكل في الكل شدت لي 15 دقيقة في الطياب. وهذه توا العصيدة متاعي بريسك حاضرة. وديما وقت اللي تجيو تحركوا بقفال مغرفة تلموها من الجهات الكل باش تجيبلكم الكل مع بعضها. وهذه توا العصيدة متاعنا حاضرة. وهبطها توا من الغاز وحطيتها في وسط الصحن، وباش نعمل في الوسط حفرة صغيرة وباش نحط مغرفة كبيرة متاع زبدة. انا العصيدة العربي نحبها بالزبدة، وراهي الزبدة تزيد تبننها على الاخر. تنجموا تحطوا زيت زيتونة، اما الحقيقة زيت زيتونة يجي ياسر قوي. باش نكمل توا نستويها هكايا ونبلها بالزبدة ونقعد نستوي في الحراف متاعها. نجموا تحطوا لها العسل، نجموا تحطوا السكر، نجموا تحطوا الحاجة اللي تحبوا عليها. ان شاء الله يا ربي انكم قدمت لكم اضافة واستفدتوا من الفيديو متاعي، ونتقابلوا في وصفة جديدة وفي فيديو جديد، ونقول لكم بسلامة.